السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي كده جايبين سمك كده، اللي هو سمك صغير كده. هنشوف هنعمله ازاي. يلا بينا نشوف الطريقة وهنعمل شوية رز جنبه، وهنحمر بدنجان، هنعمل بدنجانة كمان ونشوف كده هنعمل الطريقة ازاي. يلا بينا نشوف هنعمل الأكل بتاعنا النهاردة ازاي. انا جبت السمك اهو يا حبايبي ومتنضف، وكنت حاطه عليه التتبيله، وحطاه يعني حطاه من بالليل، وعملته تاني يوم على الظهر كده. يعني كنت مبيتاه في التلاجة بالتتبيله بتاعته، اللي هي التتبيله اللي هي كلنا عارفينها بقى بتاعت السمك، اللي هو توم وفلفل وكمون وليمون وخل والتوابل بقى اللي انت عايزاه وملح. هي التتبيله نفس التتبيله اللي هي بتاعت الباذنجان. ايه يا حبايبي بقى كده كنت مبيتاه في التلاجة، يعني عملته بقى من بالليل، كنت منضفاه كده وغسلاه، وعملته من بالليل كده، وعصرت عليه ليمونه، وحطيت عليه اللي هي التتبيله بتاعته، وحطيته في التلاجة كده. وصحينا الصبح بقى على الظهر كده كنت عملته. يعني كنت مبيتاه في التلاجة معمول متبل. جبته بقى يا حبيبي كده، وجبت الدقيق بتاعنا ونعمله كده في الدقيق اهو زي ما انتم شايفين كده. هنعمله من الجنب ده ومن الجنب ده، هنلكوا كده في الدقيق من الناحيه دي ومن الناحيه دي، تبطنيه كده من الناحيه دي ومن الناحيه دي. تعملي بقى عملت بقى الكميه كلها، كنت عملت معاكم وحدتين وكملت بقى الكميه كلها عشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو. وجبت بقى بدنجانتين كده ولا بدنجانه كده وقطعتها علشان هنحمرها برضو تبقى جنب السمك بتاعنا. ويا حبايبي كنت عملت الكميه كلها هيت بطنتها كده في الدقيق كلها وحطيتها على صينيه. وجبت بدنجانه كده خرطتها قطعتها كده، واجيب بقى شويه ملح. انا ببقى اقطع البدنجانه واحط عليها ملح علشان ما تشربش زيت. يعني انت بتقطعي البدنجانه وترش عليها ملح من ناحيه دي ومن ناحيه دي، ما تكتريش الملح قوي، يعني شويه ملح صغيرين كده عشان ما يبقاش حادق برضو معاك. وتقلبيه كده ببعضه، يبقى مبلول ملح من ناحيه دي ومن ناحيه دي. وتسيبيه بس ما 5 دقايق 10 دقايق بالكتير خالص قبل ما تحمريه. وتيجي تحمريه بقى اتك على البدنجانه كده، احصريها هتلاقيها بتنزل الميه بتاعتها، ما بيشربش زيت. انا بعمله كده على طول. يا حبيبي بقى رشيت عليه بقى شويه ملح كده، وكنت سخنت بقى الزيت بتاعنا وحطيت فيه البدنجان. الزيت ده كنت محمره فيه بطاطس قبل البدنجان. يا حبيبي بقى حمرت بقى البدنجان كله وجبت بقى السمك كده، وابتديت بقى ارص بقى شويه في الطاسه كده شويه بشويه، اعمل ارص الفرن ويحمر واقلبه واطلعه. اما بس عشان ما طولتش معاكم، عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. وكنت عملت بقى البدنجان بتاعنا وكنت واللي هي الخلطه بتاعته دي التتبيله بتاعته كنت عاملاها مجهزاها يعني. وخرطت بقى طماطمتين كده او طماطمية كبيره كده، خرطتها حتت عشان هنتبل البدنجان ونحط برضو طماطم ونتبلها برضو مع البدنجان. يعني البدنجان والطماطم تبقى طماطم مخلله كده مع البدنجان، بتبقى حلوه يعني لما بعملها كده، احنا بنحبها كده. هترص البدنجان وتحط عليه التتبيله بتاعته، وتقومي رصه فوقه رصه طماطم ورصه بدنجان، رصه طماطم ورصه بدنجان، يعني واحدتين طماطم واحدتين بدنجان. وتقومي جايه حاطه عليه التتبيله بتاعتنا اللي احنا عاملينها البدنجان. كنت خلصت بقى تبلت بقى كله الكميه كلها، وحطيت عليها الطماطم كده وركنت البدنجان. وهنعمل بقى الرز. كنت عملت السمك وعملت البدنجان، هعمل بقى شويه رز كده جنب السمك بتاعنا. جبت بصلايه كده وخرطتها وحطيتها في الحله، وحطيت عليها شويه زيت وحمر البصلايه بتاعتنا كده. وكنت جايبه طماطمايه مخرطاها حتت، هحطها على البصله. كبت الطماطميه كده هي طماطميه واحده كنت مخرطاها حتت كده زي السلطه، حطيتها على البصله، وسبتها تتشوح كده مع البصله. وحطيت لها بقى شويه ملح، وكنت حطيت شويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه قرفه، بس ما بانوش بقى في الكاميرا.
زودت بقى المية كده يا حبايبي، هي كانت اتشوحت كده مع بعضها. زودت بقى المية على قد كمية الرز اللي انت هتعمليها، حط المية. كنت غاسلة الرز بقى كده اهوت. حطيت الرز كده في قلب الحلة وقلبته وغطيت الحلة وسبته يغلي بقى وينشف كده مع نفسه. يا حبايبي كده مش عايز مية تاني، هو كده الرز كده حلو. غطيت بقى الحلة وسبتها بقى لما تغلي، هنوطي شوية ونسيبه ينشف براحته. وكنت بقى مخلصة البدنجان وكنت مخلصة السمك. يا حبيبي السمك اهوت كنت مخلصاه اهو. والرز كان على البوتاجاز حمرت بقى الكمية كلها وحطيتها كده في طبق، والرز كان على البوتاجاز، والبدنجان كنت مخلصاه. وطبعا بقى كنت جايبه جرجير برضو معاه جنب. طبعا السمك عايز عايز حاجه خضرا، جرجير، فجل، حسب ما انت بتحبي، هاتي بصل زي ما انت عايزه. يا حبايبي الرز كان استوى اهوت. كنت مقلباه كده برضو، كان عايز ينشف شويه يعني. غطيته بقى وسبته كده 5 دقايق بس نشف. وبعدين جبته بقى وفرخته كده في الطبق بتاعنا. وده السمك بتاعنا اهوت. يا رب بقى اكلنا النهارده يعجبكم. كنت عامله طماطميه كده على جبنه على بصل، هما بيحبوها كده ياكلوها كده. كنت مخرطاها برضو، اللي عايز ياكل بعيش برضو، واللي عايز ياكل رز بسمك ياكل، واللي عايز ياكل بدنجان وسمك وعيش برضو ياكل. وكان الاكل ده بتاعنا النهارده. عملت الرز اهوت وغرفته اهوت. وده السمك بتاعنا اهوت، والبدنجان وجرجير. وده كنت مخرطه جبنه. كنت جايبه جبنه اللي هي الجبنه القريش، وخرطت عليها قرن فلفل حامي، وخرطت عليها طماطمايه، وخرطت عليها بصلايه، وحطيت شويه زيت وهرستها كلها كده على بعضها. برضو اللي عايز ياكل من دي ياكل، واللي عايز ياكل من ده ياكل. ويا رب اكلنا بقى النهارده يعجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في